هاي كرزاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. انا طبعا الحمد لله على بالي بلي غبت عليكم، بصح كي نجيكم غير بالحاجه المليحه كيما نتوما. هنا جيتكم بوصفه لي دونات، ما كانش اللي ما يشتيهاش، كبار وصغار كامل نشتيو لي دونات. كما راكم تشوفوا هنا جات الوصفه بزاف بنينه وهايله، وكما نقولوا شكل وذوق. هيا تبعوا معايا هذه الوصفه اللي هي سهله معنا وتقدروا تحضروها في بضعه دقائق. هنايا نحكمو الكيروانات تاعنا. انا كيروانتي الزرقاء درت فيها عفوا درت فيها كاس حليب دافي، 3 مغارف كبار تاع السكر، كاس دافي تاع حليب وثلاث مغارف كبار تاع السكر، ومغرف مغرف كبيره تاع خميره الكسره ولا خميره الخبز. ونحاولوا نخلطوا هاد المكونات مليح بالفوي كما راكم تشوفوا، نخلطوهم بيا باش يذوب هذاك السكر مع الخميره. باش يذوبوا كيما راه تشوفوا خلطوهم بيا. هنايا نزيدوا عليهم زوج حبات كبار، زوج حبات يعني كبار تاع البيض، تما تكون حبه كامله تاع البيض. كيما راكم تشوفوا درت زوج حبات. نحاول ثاني نزيدو نخلطوا مليح هذاك البيض مع هذوك المكونات. نديرو هنايا مغرف صغيره تاع لافاني باش تنحي لنا هذاك الريحه ولا كيما نقولوا الذوق تاع نتاع العظام. هنا نزيدو عليها زوج مغارف كبار نتاع الزيت، زوج مغارف كبار تاع الزيت، ونزيدو نخلطوا هاد المكونات. حاولوا تخلطوهم كما قلت لكم كراساتين. نحاولوا نخلطوا هاد المكونات مليح مع بعضهم بالفوي. هنايا نحكموا صفايه نديروا فيها الفارينه ونديروا فيها مغرف صغيره تاع خميره الحلوه ورشه مليحه تاع الملح. الملح باش يعدل لنا الذوق هذاك. كما قلت لكم نديروا لازم الفارينه نغربلوها كما راكم تشوفوا، ما نديروش بزاف الفارينه، ما نديروا ونشوفوا، ما نخليوها كما راكم تشوفوا تتلاصق العجينه مليحه بصح تتلاصق في اليد. هنا نديروا لها زوج مغارف كبار تاع الزبده ونحاولوا نلموها وندخلوا هذيك الزبده بيان في العجينه، نلموها يعني. هنا نحطوها تخمر. هنايا بعد ما تخمر لي العجينه تاعنا نهبطوا لها هذاك طلعوا لنا الخميره هذيك كما راكم تشوفوا. وحاولوا تقسموها نتوما على زوج، طرف خليوها على جهه وطرف خدموا به باش تحاول تسهلكم العمليه برك. هنايا لما تحاولوا ما تطرققوش ولا ما تحلوش العجينه هذيك بزاف كما راكم تشوفوا، ما تحاولوا ما تحلوهاش. انا نهار الاول هنايا كنت غلطت حليتها بزاف بس معليش ماشي مشكل. هنايا حكموا بابي كويسو بصوه كاريات باش تسهلوا على روحكم العمليه من بعد كي تقلاو. هنا كما قلت لكم حاولوا تحلوهم يعني 4 ولا 5 سنتيمتر هكاك. هنا يحكموا طابع تاعكم تبعوهم دوائر. هنا انا حكمت هذا تاع لابوشة يعني استعملوا اي حاجه مقفل ولا اي حاجه، ديروا هذيك الثقبه في النص، المهم الشكل الافرات. هنايا بعد ما تديروهم خليهم على جهه باش يزيدوا ثاني يطلعوا. هنايا انا كنت حكمت شيكو ليمونه بالحليب وامباسادور نوار ذوبتهم. هنايا بعد ما خليتهم زادوا اختمروا شويه كانت النار قوي والنهار الاول بيا، ومن بعد كي تطلعوهم نقصوها ما تنقصولهاش بزاف، خليوها متوسطه وحاولوا تطيبوهم على الجهتين كما راكم تشوفوا، يعني تحمروهم يديو هذاك اللون الذهبي المليح على الجهتين كما راكم تشوفوا. هنايا صراحه جو يعني كما نقولوا فشفشين وجو طالعين يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا. راهي الصوره تعبر على الشكل تاعهم. هنا كما قلت لكم انا حكمت شيكولا امباسادور نوار وشيكولا منى بالحليب ذوبتهم ودرت لهم على الوجه نتاعهم، وكنت زينتهم بشيكولا بيضاء وفرميسال تاع الشوكولا. ما تقدروا تزينوا عفوا فيرميسال الملونه بصح ما كانتش متوفره عندي. هنا قسمت لكم حبه على زوج، تشوفوا هكذا جات يعني خفيفه وكما نقولوا مقطنه بعد وماهيش ثقيله. هذا هو الشكل النهائي تاع لي دونات تاعنا كرازاتي. حاولوا تجربوهم وخليوا لي تعليقاتكم ولا رايكم في لي كومونتير، صراحه يجيو بنان خاصه مع قهوه العشيه. يعني ما شاء الله. هذا هي يعني الوصفه تاع اليوم. وهيا ما تنسونيش كرازاتي بالمتابعه، تابعوني على قناتي. سلام.